جايبه لكم النهارده بقى اسهل طريقه لعمل الحمام الكذاب. اي حد ما بيعرفش يعمله بعد ما يشوف الوصفه دي هتبقى بالنسبه له سهله، وسهل قوي ان هو يعمله، وان شاء الله هتطلع معاكم ناجحه من اول مره. ادي الوراك او الحمام الكذاب بعد ما استوى. بصوا ما شاء الله، والرز مفلفل ازاي. حاجه كده وصفه سهله وسريعه وما فيهاش اي تعقيدات خالص. يلا كده قبل ما نبدأ الوصفة نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف الوصفة الحلوة دي عملناها ازاي مع بعض. بجيب الأول كده عندي صينية، بفرط كده فيها الرز. دول أنا عملت كوبايتين من الرز المصري بتاعنا. شوحت بصلايه كده الأول، وبعد كده نزلت بالرز بتاعنا، معلقة صغيرة من القرفة، حبة ملح وحبة فلفل. وطبعا المية بتاعت الرز ما بنسويهاش قوي، ما بنغطهاش، والميه بتبقى قليله. احنا كده كده بننزله يا اما نص سوا يا اما تلات ارباع سوا، بيكمل سوا طبعا في قلب الوراك. تمام. دول حوالي 2 كيلو من الوراك المخليين، بغسلهم كويس واسيبهم يتصفوا. التتبيله بتاعتهم بقى قبل ما احطهم في الرز عشان ما اطولش عليكم: بصلايه مبشوره وطماطميه وملح وفلفل. بسيبهم مع بعض يتبلوا لمده نص ساعه كده. وبعد كده بعد الرز ما يبرد بجيب عندي ورك وبلفه رول زي ما انتوا شايفين. مش هحط خله ولا هعمله باي حاجه، ولا ورق سلوفاني ولا اي حاجه. بصوا كويس، هنا الرز بحشي الورك كده كويس بالرز، الخلطه ده. وبعد كده بلفه كويس رول، واكون كده متحكمه كده فيه. وطبعا ما بكترش عشان شكل الورك ما يبقاش يعني اوفر كده، يبقى مدي شكل الحمام. فانا كده كده مش هكتر، وبلفه كده رول من غير اي حاجه، ولا خله ولا اي حاجه. ونفض كده الرز اللي عليه، وبخلص الكميه بتاعتي كلها بنفس الطريقه. اهم حاجه مش هنحشيه قوي، يعني نكون على قد الورك معقول، اللفه تكون مظبوطه ومعقوله عشان يدي شكل الحمام. تمام. بجيب عندي هنا طبعا بخلص هنا عندي الكميه بتاعتي كلها بنفس الطريقه. بحشي الورك كده كويس من تحت، بدخل كده فيه الرز زي ما انتوا شايفين. تمام. وبحاول ما كترش الرز فيه عشان اعرف الف رول يبقى تلف معايا بسهوله ويبقى شكله حلو. تمام. بخلص بقى هنا عندي الكميه بتاعتي كلها. ببص بلف رول ازاي بسهوله، مش محتاج بقى ولا اي حاجه عشان نثبته بيه. كده كده هنرصه في صينيه وهتشوفوه دلوقتي عامل ازاي. بجيب بقى هنا عندي صينيه، وبنزل بالوراك بعد ما لفتها رول بالرز، وبنزل كده بيهم واحد واحد، وبنفضها لو فيها رزايه من على الوش او اي حاجه. برص عندي الوراك كلها، وبجيب بقيه الخلطه اللي هي الطماطمايه والبصل والملح والفلفل، وبروح حطاهم كده على الوش. اهم بقى حاجه في الوصفه دي اللي هو الخلطه اللي هنعملها على الوش. عباره عن ايه: معلقه من الصلصه، معلقه من دبس الرمان، صلصه المعلبات، دبس رمان، حبه زيت يعني معلقه كده كبيره من الزيت، ملح، فلفل. وبقلبهم كده مع بعض كويس، وهوريهم لكم دلوقتي. هحطهم على الوراك هيديلهم لون روعه في التسويه. تمام. هنا بخلص عندي الكميه بتاعتي كلها، بكون محضره حوالي نص كوبايه من الميه المغليه، وبنزل بيها على الوراك. وبكون محضره الفرن درجه حراره 240، بياخد بالظبط في الفرن حوالي من ساعه لساعه وربع تقريبا. زي ما قلت لكم كده هنا خلصت الكميه بتاعتي كلها. بجيب الطماطم بقى، التتبيله الاولانيه بتاعت الوراك، بنزل كده بيها في الصينيه. وبجيب عندي التتبيله اللي قلت لكم عليها، دي اهم حاجه هتدي الوراك لون طعمه روعه. هتلاقوا الوراك من بره مقرمشه كده من على الوش كده مقرمشه، ومن جوه من جوه طريه قوي ما شاء الله. والرز طبعا هيكون مفلفل معاكم، مش محتاجين نحط ولا ورق فويل ولا اي حاجه. هندخل الصينيه زي ما هي كده. انا هوريها لكم دلوقتي. ما شاء الله حاجه سهله وسريعه. دي الوصفه دي تنفع قوي قوي في العزومات، وهتطلع معاكم ما شاء الله ناجحه من اول مره. تمام. وربع كوبايه او نص كوبايه من الميه المغليه، وبدخلها الفرن بالظبط زي ما قلت لكم، بالظبط ساعه وربع تطلع بالشكل القمر ده. لو الوصفه بقى عجبتكم
لايك وشير واشتراك في القناة.